شركة الأهلي جهزت ملف وادته لرابطة الأندية. الملف ده بتقول فيه إيه بقى؟ إن النادي الأهلي كان عليه خسائر مالية بسبب حقوق البث والرعاة والإعلانات، عشان الزمالك هو اللي انسحب ولغى ماتش القمة. دلوقتي اللائحة بتقول إن الزمالك يتحمل الخسائر اللي كانت على النادي الأهلي بسبب إلغاء ماتش القمة بما فيها مصاريف الحكام. نادي الزمالك بعد ما انسحب جمهوره طلع يقول إن النادي بيحكم بأحكامه لأنه ملتزم باللائحة. فكك بقى من قصة ملتزم باللائحة ديت، لأن كلهم ولاد لائحة أصلا وإحنا عارفين الكلام ده وهم على الله حكايتهم. الزمالك لو فضل متمسك بقصة اللائحة بتاعته ديت وفضل ما يلعبش الماتشات هيهبط درجة رابعة، ولو نزل درجة رابعة انا خايف عليه والله لو قابل تحت بني عبيد هيلسوعه. تعالى بقى اهبل انت هو اتفرج على عمك وهو متمسك باللائحه. الاهلي لو اتمسك باللائحه هيقفل لكم النادي خالص. انت تعرف الخسائر ديت توتال كده لحد دلوقتي غير مصاريف الحكام طبعا اللي هي 3.5 مليون جنيه. انت تعرف ان الاعلانات والدعايه ديت ممكن توصل لكام؟ ممكن توصل ل 100 مليون جنيه. يعني انت يوم ما الرابطه تبقى رحيمه بيك لو ده في اللائحه